وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعزي الشعب العراقي عامة وأهلنا في الكرادة باستشهاد كوكبه من أهلنا في مدينة الكرادة الذين استشهدوا في التفجير الإرهابي الجبان. وأول أمس تغمد الله شهداءنا الأبرار بواسع رحمته. أحسنت. أيضا إن شاء الله الشفاء للجرحى إن شاء الله. وأيضا ضمن ضيوفنا الكرام البرعم الحسيني الموهوب بموهبة إلقاء وكتابة الشعر حيدر الفيلي. السلام عليكم حيدر. وعليكم السلام. شكرا بسم الله لحضورك الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أرحب بقناة الإشراق وبكادرها، شكرا زملاء العمل، وأرحب بيك وبالضيف الكريم. شكرا. وأعزي عوائل الشهداء وإن شاء الله الصبر والسلوان. أحسنت. وأبارك الانتصارات الحشد الشعبي. نعم. وإن شاء الله الصبر والسلوان مرة أخرى لعوائل الشهداء. إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله بكم. ملا مهدي، نحب نبدي وياك بما أنه إحنا الشهداء حاضرين بذاكرتنا وبكل مواقفنا وبكل حياتنا، نسمع منك قصيدة عن الشهداء. قصيدة بعنوان يمتى تشبع يا تراب. نعم. يمتى تشبع يا تراب من خذتش قد شباب، انطينا لك وبكل وفاء هالشباب الأبرياء. يمتى تشبع يا تراب، يمتى تشبع يا تراب، كل لحظة نزف عالريس ونودعه، كل لحظة تطفي هالحرب شمعة، كل لحظة تسيل على الوجه دمعة، والمهدي عليهم من حني ضلعه. وكم حبيبي بكم حبيب بالدماء أصبح خضيب، قدمي أنا قدما هالشباب الأبرياء. يمتى تشبع يا تراب، يمتى تشبع يا تراب، ضريبة حب علي ندفعها بدمانه. إلى الشاعر كريم الحاج فليح. ضريبة حب علي ندفعها بدمانه، وصارت هالحرب من أجل سلوانه، كلها تصيح يا غالموت هذانا. حسينا وحسيني ردد لسانه، راحوا بعمر الورود أبطال من صنف الأسود، مو صنفهم طلقاء هالشباب الأبرياء. يمتى تشبع يا تراب، يمتى تشبع يا تراب، الدروس الزينبية رسخت بينا، دروس التضحية ومن عدها ضحينا، علمت كل موالي ضحي ببنينا، ومثال القدم الهي سارة ويمينه، علمتنا ختل أباس الصبر والتضحيات، وعلمتهم عالولاء هالشباب الأبرياء. يمتى تشبع يا تراب، يمتى تشبع يا تراب، هذاك أمه بفخر تتلقى تابوته، وهذا الهلهلة اخته بخبر موته، واحد دمعة ابنه بخده منحوته، وهذا والدي فسر الصخر صوته، وهذا ناوي ما يعود يريد زفة من الحدود ويا ركب الشهداء هالشباب الأبرياء. يمتى تشبع يا تراب، يمتى تشبع يا تراب، قضيتنا قضية ظل حسينية مرتبطة بمحمد 100%. يل تحكم قطر وارض السعودية، يل تحكم قطر وارض السعودية، اجا اليوم النذل كل الوهابية
نردكم نريدكم عبيد يا وليد هند ويزيد ونحكم بحكم السماء هالشباب الأبرياء يمتى تشبع يا تراب يمتى تشبع يا تراب. أحسنت طيب الله أنفاسك، أحسنت الله يحفظك، أحسنت. نسمع من حيدر، لكن أولا خلينا ناخذ اتصال. ألو، قطع الاتصال. نسمع من حيدر قصيدة عن الشهداء، تفضل. طبعا أنا أحب أول شيء أقرأ على منقذ البشرية جمعاء، أحسنت، وهو الإمام المهدي عجل الله فرجه. أحسنت. قمت شما بيك قالوا لي قريب، هلا بطولك يا بعد طولك شبد، وين هسا وصلت ننشد عليك أبو صالح والله تعبنا من النشد. أحسنت. بروح زينب عمتك مر بينا شوف، بروح زينب عمتك مر بينا شوف، طلعتك من يا بحر من يا جمد، خلني اسوي لك استقبال اللي يليق، والعراق يقوم لك قومة مجد. أحسنت. حافي يطلع ليك ويبوس بديك، حافي يطلع ليك ويبوس بديك، والفرات ودجلة يمشلك وفد. أحسنت. والفرات ودجلة يمشلك وفد. أبو صالح مولاي نريد وحدك من تطب على العراق، كون وحدك من تطب على العراق، لا تجيب وياك وادم من تلد، اللي 300 وكسر خلهم قفاك السيد السيستاني سوالك حشد. أحسنت. مولاي لا تجيب وياك وادم من تلد، اللي 300 وكسر خلهم قفاك السيد السيستاني سوالك حشد. أحسنت. ماخذين على الحرب شمرة رصاص، ماخذين على الحرب شمرة رصاص، زلم عندك بيها الكفاية وتسد، شمرة خذناها من الحسين وخلاص، لو نهد على الذبح لا ما نهد، تعنينا وتثبتنا على الجهاد، تعنينا وتثبتنا على الجهاد، المائلة بالثالثة مسجل عقد، حيل مشتاقين نستعرض وراك. صحيح. حيل مشتاقين نستعرض وراك، يمتى شمن عنبرك حتى استعد، اني ناظر لو اجيت انثر عليك، اني ناظر لو اجيت انثر ولو شنثر، يا حدائق يا ورد. أحسنت. انا طش لك ورد، لا والله عيب، انت لازم فوقك نطش الولد. أحسنت. انا طش لك ورد، لا والله عيب، انت لازم فوقك نطش الولد. قمت اشمك بالنفس قد ما قريب، هيك قمت اتلمسك رغم البعد، ايش كثر ما دورتك بين الوجوه، الوجه البيشامه اروح له وارد. أحسنت طيب الله أنفاسك. إن شاء الله رب العالمين يوفقك أنت وملا مهدي وتكونون من أنصار الإمام المهدي المنتظر إن شاء الله. أحمد، خلينا نتابع التقرير فيما يتعلق بالاعتداء الإرهابي الآثم الذي طال منطقة الكرادة. وقبل أن نتابع التقرير ويانا اتصال. ألو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. شلونكم عيني؟ أهلا وسهلا. منو وياي؟ فاطمة من كربلاء. أهلا وسهلا بك يا أخت فاطمة. نعزيكم طبعا احنا ونعزي أهل الشهداء بهاي الفاجعة الكبيرة، وهي فاجعة استشهاد شباب الكرادة ونسائها والعوائل الشهداء. نعزيهم ونعزي الأمة الإسلامية. نعم. ونعزي كل أهل الشهداء بهاي المصائب يعني دا تصير بالعراق. احنا طبعا نحمل مسؤولية الحكومة. نعم. احنا اصلا حكومتنا تعبانة من الرئيس، يعني احنا رئيس الوزراء مالتنا حكمونا قبل العبادي هواي. نعم. يعني ما شفنا في التغيرات قاعد تصير بالعراق. نعم. يعني من تجاه الشهداء وعوائل الشهداء ودماء الشهداء اللي بذلناها عزيزة علينا، لكن بنفس الوقت ما تزيدنا إلا إصرار أن نعمق روحنا الوطنية ونتكاتف ونبقى روح بروح وإيد بإيد ونسقط كل المؤامرات اللي تريد زرع الفتن الطائفية أو تريد من العراق أن يكون بلد منتهي. شكرا لك يا فاطمة. نتابع تقرير أعده لنا ولكم الزميل وائل مرة أخرى، ونشكر الزميل وائل الشمري وفريق العمل الذي أعد لنا ولكم هذا
التقرير. وأكرر لكم بإمكانكم مشاركتنا تقديم تعازيكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف اللي يظهر بين حين والآخر أسفل الشاشة. انتصارات الفلوجة كانت الدافع الأول لقوى الإرهاب الخاسئة أو للإرهاب الخاسئ بأن يستهدف المدنيين ويكرر استهداف الأسواق ويهدد، خصوصا هذا موعد التفجير والاعتداءات الإرهابية كل سنة تتزامن مع أيام شهر رمضان الأخيرة وإطلالة عيد الفطر المبارك. لكن مهما قدمنا من شهداء وجرحى إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الصبر خصوصا في قلوب أمهات الشهداء. طبعا وأنا حزينة كل ودموع الفلوجة. نعم ممنون وبارك للحشد الشعبي بالانتصارات التي حققوها. وأريد أقدم قصيدة لهذه المناسبة. ردت الفلوجة والله الحزن أبوها، حرروها أولاد حيدر حرروها. ردت الفلوجة والله الحزن أبوها، حرروها أولاد حيدر حرروها. للدواعش ما ترد صارت بإيد الحشد، للدواعش ما ترد صارت بإيد الحشد. هلا باللي حاربوا أهل النفاق وردوا الفلوجة لأحضان العراق. ويا العراق الداعش اليوم الفراق، ويا كل من راد إلنا الانشقاق. زينوها بجثث داعش زينوها، وروسهم فوق المباني علقوها. وهاي شدات الورد صارت بإيد الحشد، وهاي شدات الورد صارت بإيد الحشد. يلا يا الفلوجة عيد بأحلى عيد، اليوم حشد الله المقدس لبسك ثوب الجديد. ادعي للقدم إلك دم الوريد، ادعي للمجروح وادعي للشهيد. الشهادة من الحسين تعلموها، والعبيل الداعشية لبسوها. جبودهم خل تنمرد صارت بإيد الحشد، جبودهم خل تنمرد صارت بإيد الحشد. والنعم من الحشد كلهم رجال، اليوم راووا داعش فنون القتال. عدنا ذبح الداعشي أصبح حلال، والتسامح أبد ما بيك المجال. سمعوها الناصبية سمعوها، المراجل اللي بحشدنا توارثوها. كل علامات المجد صارت بإيد الحشد، وكل علامات المجد صارت بإيد الحشد. تحياتنا. نعم ويانا اتصال. الو الأخ العزيز الرادود، وأشكر قناة الإشراق. شكرا لك، شكرا لك يا سيد مهدي، شكرا لك، شكرا لتعازيك. وقناة الإشراق الفضائية هذا أبسط شيء حبينا نشارك قلبيا وروحيا عوائل الشهداء اللي أقبل عليهم العيد وهم أكثرهم فاقدين أبنائهم. يعني ما نقول مشكلة لأن هي إرادة الله سبحانه وتعالى. هذا رمضان، أنا تعاني عليكم. هذا رمضان اجاكم وانتو فوق على السواتر، تسحرتوا فشق واحنا الأكل ضال. أحس بروحي يمكم كني كافر، صمتوا على المذلة وما تفطرون. صمتوا على المذلة وما تفطرون، وما بكم مقاتل راسه فاطر. المسحرتشي يمي يدق الطبول، المسحرتشي يمي يدق الطبول. ودق يمكم المدفع والفناجر. حضنتوا سلاحكم كل همكم الدين. عكس ذاك الحضن كل ليلة عاهر. العراق بدونكم أي جنة حسين، بلا عباس من ظل وحده حاير. أحسنت. طيب الله أنفاسك. أحسنت.
رحلة الصبر رب مريض جراح منه راحت اعزاز ومشت عنا يا ما قبر قمنا وقعدنا ويا ما سواد الزاد كلنا وهجوم فصلنا ولبسنا تعال دحر عنكم بعدنا وابعد اعزاز القلب عنا نزرن علي لو عاد ونا نمشي العلي حفاي كنا قل يا يما واقبل العيد علينا يا يما اقبل العيد يما ما نريد عقبك لعند البيت ما نريد خال وحش بيت الأجاويد خيت بشيء أو يصفق العيد يا أخي منين جتنا يا عيد يا عيش يا يما منين جتنا ونار الشباب نار الشباب الخمدتنا وترى فراتهم والله عدمنا. شكرا لك يا ام علي، احسنتي طيب الله انفاسك يا ام علي. نرجع لك ملا مهدي، نسمع ايش راح اسمعنا ان شاء الله قصيدة. قبل لا نسمع قصيدة اريد اسالكم صايمين كنتوا؟ اي نعم الحمد لله، ولحد الان وراح نكمل ان شاء الله شهر رمضان. ما تعبتوا من الصيام انتوا بعدكم صغار وشي؟ لا الحقيقة ما تعبت، لان انا كنت مفكرة غير شيء، يعني انا هالسنة ما مكلف، فنويت نصرة الحشد الشعبي. احسنت. فيعني ما واجهت ذيك الصعوبات كنت اتخيلها. نعم. فالحمد لله رب العالمين، هذه بركة ابو عبد الله. احسنت. حيدر ان شاء الله مثل ما قال، وأنا يعني شفت اكو مقاتلين حقيقة احسنت صاموا نعم على السواتر، فأنا قلت أجرب وأنا مجرب قبل. أحسن. فقلت خلي هاي السنة أصوم. نعم. طبعا أنا قبل لا أصوم كنت متردد وأخاف أفطر وهاي الأشياء. نعم. فمن صمت لقيتها يعني فشي حلو. نعم. ويعني مشيئة إلهية، نقول واحد ما يتعب. أحسنت. ولكن بالأيام العادية إذا واحد صام راح يتعب جسمه، ولكن في شهر رمضان يتغير، فالشيء يصير تغيير. صحيح. يعني مثلا الأولاد اللي بعمركم واللي ما صاموا هالشهر رمضان القادم، والله أقول لهم هاي يعني شلون شيء حلو. نعم. وما راح تحسون بيه، ومثل ما تفكرون انتوا التعب وهاي الأشياء ماكو شيء. نعم. ملا مهدي ايش تنصح اللي بعمرك يصومون سنة الأخ إن شاء الله؟ إن شاء الله، أسأل الله أن يوفقهم لصيام شهر رمضان القادم إن شاء الله. إن شاء الله. زين، بالنسبة للانفجار مال الكرادة، يعني أتمنى لكم إن شاء الله العمر المديد وتتوفقون وأهلكم يشوفوكم بأحسن الحالات، لكن أكو بعمركم يعني صبيان استشهدوا وراحوا، يعني أنتوا شو تقولون لأمهاتهم؟ إن شاء الله الصبر والله يرحمهم، وإن شاء الله مثواهم الجنة إن شاء الله. حيدر. إن شاء الله الصبر والسلوان لأوائل الشهداء وللأمهات العراقيات. نعم. إن شاء الله الصبر والسلوان إن شاء الله. أحسنتم. احنا في ليالي شهر رمضان الأخيرة مثل ما قلت بالبداية استقبلنا شهر رمضان بتحرير الفلوجة، دفعنا ضريبتها أرواح شهداء الحشد الشعبي اللي ما لهم أي مصلحة شخصية، بس عندهم رسالة، الإيمان بالله والقضية الحسينية وقضية أهل البيت والاستجابة لفتوى المرجعية الدينية الرشيدة، وزفوا إلى قوافل الشهادة. وودعنا شهر رمضان بمأساة حقيقية المتمثلة بتفجيرات الكرادة، لكن أيضا
نودع شهر رمضان ونستقبل العيد، وهواي ناس عزيزين فاقديهم لمين قرار فقدنا بداية شهر رمضان. مع كل هذا قلوبنا ثابتة على العقيدة الحسينية الحقة. احنا جسد واحد، احنا روح واحدة، مذاهب متعددة، مسيحي استشهد بالكرادة من مختلف الطوائف. الإرهاب ما يريد مصلحة أي إنسان بغض النظر عن انتماء أو طائفته، يريد فقط أن يعم الخراب والدمار بالعراق، لكن هيهات له ذلك. زميلنا مصطفى عامر أعد لنا ولكم تقرير عن وداع شهر رمضان المبارك. نشوف التقرير ولا نعوده؟ مساء الخير مشاهدينا مشاهدي برنامج خيمة رمضان. أمنيات كثيرة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك سوف ننقلها لكم عبر برنامج خيمة رمضان، تابعونا. والله نتمنى بالرمضان القادم أن يعم الأمن واستقرار للبلد، والنازحين يعودون إلى مناطقهم، ونقضي على الإرهاب وعلى داعش، وتعود اللحمة العراقية والنسيج الاجتماعي العراقي يعود إلى ما كان عليه سابقا، بعد أن نقضي على هذه الجراثيم القادمة من الخارج. شهر رمضان شهر الخير والبركة والطاعة والإيمان. استقبلنا شهر رمضان والخير والبركة والطاعة والإيمان، ونستقبل إن شاء الله هاي أيام معدودة وإن شاء الله بين الشهيد وأمه. وأمه إن شاء الله. نعم تفضل. الله وياك يا رحت من ايديا، لا تدري ايش كثر غالي عليا. الله وياك يا رحت من ايديا، لا تدري ايش كثر غالي عليا. يا يمه وشبابك ما أحمل غيابك، لا تدري ايش كثر غالي عليا. يما وعيونك دموعي سايلة، بالمقابر شو أحس نومك حلى. تدري بالدنيا بعد هي كربلاء، حسين يفخر باليطب للحومة. ما تقعد بعد ما أقول كافي، نام براحتك نوم العوافي. يا الغافي بترابك ما أحمل غيابك، لا تدري ايش كثر غالي عليا. صبري يمه وربنا هو الراحم، لو ذكرتيني ذكر مجاسم. أحسنت. ضحت بزهرة عمرها القاسم، هالشباب شلون نايم نومه. اذكر رملة واليد بحناني، وحيل اشتاق لك يا زهرة زماني. عذبني مصابك ما أحمل غيابك، لو تدري ايش كثر غالي عليا. نار هجرك يا الولد حراقة، إلى الشاعر السيد علي الموسى. أحسنت. نار هجرك يا الولد حراقة، يا ابني لا تدري ايش كثر مشتاقة. يصعب لمثلك يا يما فراقة، يساعد الله الوالدة المهمومة. يا تعب السنين واغلى محبوب، حيل اشتاق لك لو صار لي غروب. من انظر ثيابك ما احمل غيابك، لو تدري ايش كثر غالي عليا. يلي بيني وبينك الحسرة ختام، غير الله وياك
ما عندي كلام، كون للزهرة توصل لي سلام. أحسنت. قلها مثلك أمي هم مهضومة، كم أم فاقدة وكم بيت الأحزان، شقد للمقبرة زفينا شبان، يا محصل ثوابك ما أحمل غيابك، لو تدريش كثر غالي علي، الله وياك يا رحت من ايدي. أحسنت طيب الله أنفاسك. أحسنت. حيدر حيدر راح يسمعنا حوار بين الشهيد وزوجته. كان هناك زوجة عراقية التحق زوجها في صفوف الحشد الشعبي، فكانت تتصل به فتقول له هل ستأتي؟ فيقول لها نعم. وذات يوم اتصلت به وكان ينزف، فقال لها راح أنزل بالنجف تلقيني، راح أنزل بالنجف تلقيني، هناك روحي يم علي زوريني، جيبي ابني وياج قلي له أبوك. قال لازم ابني يوفي بديني. أحسنت. الدين باقي للوطن بس انتصار، خلي قاتل حتى أغمض عيني، ولأمي يقول علي لا تلبس سواد، ما يجوز الأسود يأذيني، علي شادر لا تنصبين وعزاء، علي شادر لا تنصبين وعزاء، فدوى قربان الوطن نصبيني. أحسنت. علي شادر لا تنصبين وعزاء، فدوى قربان الوطن نصبيني، أنا سويت بجثث لعبة جهال. أحسنت. أنا سويت الجثث لعبة جهال، روس سحقت بالحرب رجليني، وبد ما توصلني تشيلات الجبان بيدي وصلت الطلق لجبيني، بيا صعدت غيرة القطع شفوف. أحسنت. وانا قطعت النفس لحسيني. أحسنت. بيا صعدت غيرة القطع شفوف، وانا قطعت النفس لحسيني، الدنيا شنهي بيها ما عيشن ذليل، وانا عابس امي اللي تسميني، راح اموتن لكن بموتة شهيد، هناك الله بالحشر يحييني، وحيدر هناك اللي يضمد لي الجروح، وكوثر وماي العذب ينطيني، بردي قلبك لا تحسبيني بممات، هاي كلمة الآخرة وسمعيني، أنا الباشط لساني حروف ما مات، وانا الشابع رصاص وموش ما مات، بيظل عايش ضميري ودوم ما مات، كذكر حسين عند الرافع. أحسنت. طيب الله أنفاسك وعاشت حنجرتك. احنا وصلنا لختام الحلقة. أنا بختام الحلقة أشكر كل من اتصل بينا، وأشكر ضيوفي الكرام رادود الحسيني ملا مهدي، شكرا لك. طيب الله أنفاسك. نشكرك. جيتنا من كربلاء لهنا. لا بالخدمة إن شاء الله خادم الحسين إن شاء الله. الله يحفظك. وأيضا الشاعر والبرعم الحسيني حيدر الفيلي، شكرا لك. طيب الله أنفاسك. الله يحفظك ويوفقك إن شاء الله. الجميع إن شاء الله. إن شاء الله تربيتوا على حب الحسين وكبرتوا وتغذيتوا هاي التربية الحسينية وتكبرون عليها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله. الحمد لله. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على حبيبي قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نترككم في أمان الله.